رسالة تعزية من الرب يسوع المسيح لكل واحد متألم او حد فقد حد عزيز عليه، اب، ام، اخ، اخت، ابن، ابنة. الرسالة دي لك النهاردة. هناك لحظات في الحياة لا يمكن ان تفهم بالكلمات، ولا يمكن ان تشرح بالتفصيل، ولا حتى بالبكاء. لحظات تحطم الروح من الداخل وتتركنا واقفين امام الحياة بلا معنى بلا هدف. لحظات في ثواني بتسلب الانسان الوان العالم وتحول كل شيء حوالينا لرمادي باهت. لحظات يقلب فيها القدر او يقلب فيها القدر الصفحة بدون سابق انذار ويتركنا امام واقع قاسم مفهوش رجوع. محدش يعرف يعني ايه فجأة تبقى ماشي في الحياة شايل الدنيا على كتافك وفجأة تلاقي الظهر اتكسر. محدش يعرف ان الفقد مش بس بياخد شخص غالي، لا، ده بياخد معاه جزء منك، بياخد قدرتك على العطاء، بياخد ضحكتك اللي كانت طالعة بعفوية، بياخد الطاقة اللي كانت بتحركك، بياخد شغفك بالحياة، بياخد حتى نفسك. محدش يعرف ازاي بعد الفقد بتتغير جواك، حاجات ما بتتصلحش، حاجات ما بتتلحمش، حاجات بتفضل وجع صامت سنين. الناس يشوفوك واقف ومتكلم ومبتسم، لكن محدش يعرف انك من جواك مش انت، نسخة ممسوحة من الماضي، خطوة بتتحرك والخطوة اللي بعدها بتترجاها ما تنجحش. ومحدش يعرف ان فيه ضحك بنعمله مجاملة، وان فيه كلام بنقوله عشان الناس ما تجلكش، وان فيه ايام بنعديها مش لاننا قادرين، لكن لان ربنا ماسكنا من ايدينا. بعد الفقد بتبدأ الحياة شكل جديد، شكل مفهوش اندفاع، مفهوش شغف. بتصحى من النوم مش عايز تعيش، لكن لانك مضطر تكمل. في فقد بيوقف الزمن، وانا الزمن وقف عندي يوم فقدت ابني، اليوم اللي فيه كل الابواب اتقفلت. حسيت ان روحي خرجت معاه، فقدت نفسي، فقدت شغلي، فقدت قوتي، فقدت طاقتي، فقدت القدرة حتى اني اكمل يومي بشكل طبيعي. وكل ما حاولت ارجع زي ما كنت الاقي الوجع يقول لي مش هترجع، مش هتبقى زي زمان، خلاص. فيه ناس بعد الفقد بتعمل نفسها قوية، لكن الحقيقة ان مفيش بشر قوي امام الغياب. احنا مش بنكمل عشان احنا ابطال، احنا بنكمل عشان الله شايلنا. وهي دي